اليوم راح أعطيكم توقعاتي لكأس العالم 2026. خلونا نبدأ بالمجموعة الأولى والتي فيها المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. بما أني محنك في كرة القدم، أعتقد أن المكسيك راح تحتل المرتبة الأولى لأنها تلعب في أرضها، ثم يجي بعدها كوريا الجنوبية لأن عندهم صون، إليها جنوب إفريقيا لأني لا أعرف أين تقع جمهورية التشيك، وأيضا أعتقد أنهم لا يملكون فرق كرة قدم حتى. المجموعة الثانية لا أعرف ولا دولة منهم أين تقع، لذلك راح أقيمهم حسب معرفتي الشخصية، أو خلينا نقول بالحظ. المرتبة الأولى أكيد كندا، ثم قطر لأنهم يملكون المال ربما راح يشترون الحكم، ثم سويسرا لأنها بلد جميل، وأخيرا البوسنة، وخذ لك بوسة. بما أني إنسان نزيه ولا أقيم بالعاطفة، راح أحط البرازيل في المرتبة الأولى لأني أحب نيمار وهو لاعبي المفضل، كما أنهم كانوا ينادونني بنيمار عندما كنت صغير. بابا بوي كانوا على يالدي معك. بعد البرازيل راح أحط اسكتلندا لأن اسمها جميل، ثم بعدها هايتي، وكما قلت لكم بما أني إنسان نزيه راح أحط المغرب آخر مرتبة. في المجموعة الرابعة لدينا الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعرف الأوروغواي ولكن الباراغواي أول مرة أسمع بها. ثم عندنا أستراليا، مش المفروض تكون البطولة بين الدول، ليش قارة أستراليا. أخيرا عندنا تركيا، أكيد في المرتبة الأولى راح أحط الولايات الأمريكية لأن البطولة راح تنقام عندهم. بعدها أستراليا لأنها قارة، ثم تركيا لأن عندهم أردا جولر، وأخيرا الباراغواي لأنها نسخة مقلدة من الأوروغواي. في المجموعة الخامسة أحس أننا كلنا متفقين على من راح يحتل المرتبة الأولى، وأكيد هي دولة الكرواسون، ثم بعدها دولة الرسام النازي ألمانيا. وبما أني لا أعرف أين تقع كل من الكوديفوار والإكوادور، راح أقيمهم حسب جمال العالم، ولذلك في المرتبة الثالثة الإكوادور، وأخيرا الكوديفوار لأن عندنا ماضي سيء معها. أخيرا مجموعة أعرف كل دولة فيها. المحنكين فقط راح يحطون اليابان في المرتبة الأولى، وذلك لأن عندهم البلو لوك وعندهم إيساغي يوريتشي إيتوشي ساي، ومنها المرتبة الأولى مضمونة. بعدها تونس لأنهم جيراننا، ثم يليها السويد لأني أحب زلاتان إبراهيموفيتش، وأخيرا هولندا لأن فزنا عليها 1-0 في آخر لقاء. في المجموعة السابعة أكيد راح أحط إيران في المرتبة الأولى، وذلك تفاديا بأن يفجر بيتي بطائرة البيدو. ثم في المرتبة الثانية مصر لأنهم عندهم نسخة محسنة من كل اللاعبين، لديهم شبيه مبابي وشبيه ميسي وشبيه كل اللاعبين، لذلك الفوز مضمون. ثم بعدها بلجيكا لأن عندهم كيفن دي بروين. في المرتبة الأخيرة نيوزيلندا لأنهم لا يعرفون حتى شكل كرة القدم. في المجموعة الثامنة لدينا كل من إسبانيا والسعودية والأوروغواي والرأس الأخضر، أكيد وبدون أي نقاش في المرتبة الأولى الرأس الأخضر لأنها الرأس الأخضر. بعدها إسبانيا أنها عندها كل لاعبين العالم بكل الأعمار في كل المراكز، ثم يليها الأوروغواي الحقيقية وليس البوروغواي، وأخيرا السعودية. ومثل ما قال بليلي، انتم غير تعروا زجاج وخاطيكم البالون. أتفق بشدة مع زميلي في العمل بلايلي. في المجموعة التاسعة لدينا فرنسا، السنغال، العراق والنرويج. بدون أي إطالة في المرتبة الأولى فرنسا لأن أضعف لاعب عندهم سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، ثم بعدها النرويج الدولة التي يلعب فيها إيرلينغ هالاند، يليها العراق، وأخيرا السنغال، وذلك بسبب ظروف شخصية لا أريد التكلم عنها. وصلنا لأفضل مجموعة من بين كل المجموعات والتي فيها الأرجنتين والجزائر، ألجيريا، النمسا والأردن. كما قال أحد الجماهير، ميسي خبزة. ورد عليه الأسطورة الشيكور إسلام سليماني قائلا: حنا الخبزة ماشي ميسي الخبزة. صراحة أتفق مع الشيكور إسلام سليماني، ولكن الروح الوطنية والفخر لا تسمح لي بأن أضع الجزائر في مرتبة غير المرتبة الأولى. ثم بعدها ميسي الخبزة. ومراكز كل من النمسا والأردن لا تهم، لذلك راح أحط النمسا في المرتبة الثالثة، وأخيرا الأردن. في المجموعة 11 لدينا البرتغال، الكونفو باندا، الأوزباكستان وكولومبيا. بما أني فان لكريستيانو فراح أحط البرتغال في المرتبة الأولى، ثم الكونفو باندا، يليها كولومبيا، وأخيرا أوزباكستان. وصلنا لآخر مجموعة فيها إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. في المرتبة الأولى أكيد إنجلترا بدون أي شك، بعدها دولة مودريتش، يليها بنما، وأخيرا غانا. وصلنا لأفضل التوالد، وترتيبي راح يكون كالتالي: أولا السويد، ثانيا بلجيكا، ثالثا تركيا، رابعا سويسرا، خامسا جنوب إفريقيا، سادسا النمسا، سابعا أوروغواي، وأخيرا العراق. وصلنا للأدوار الإقصائية بين كرواسون وتركيا، أكيد دولة الكرواسون راح تفوز، بعدها فرنسا والسويد، أكيد فرنسا
فرنسا. ايش توقعت؟ راح اقول السويد. فرنسا عندها الديكتاتور مبابي، بعدها كوريا الجنوبية وقطر. اشوف ان كوريا الجنوبية راح تفوز لان قطر ما عندها الفلوس كي تشتري كل المباريات. اليابان واسكتلندا، بالطبع اليابان لان عندها بلو لوك. بعدها دولة الكونفو باندا ودولة مودريتش، اكيد دولة مودريتش. وصلنا لمباراة الرأس الاخضر وميسي الخبزة. مع كل احتراماتي لمشجعي دولة الرأس الاخضر، دولة ميسي الخبزة راح تفوز. عندنا دولة ترامب ودولة المستشفى. اشوف ان دولة ترامب راح تفوز لانهم في ارضهم. مباراة ايران وجنوب افريقيا، اكيد ايران راح تفوز لاني لا اريد ان يفجر منزلي. البرازيل وتونس، من الافضل ان لا يحضر لاعبي تونس للمباراة كي لا يحدث ما لا يرضي الله. وصلنا لدولة الرسام النازي ودولة ايرلينغ هالاند. اشوف ان دولة الرسام النازي راح تفوز بكل سهولة، لذلك المانيا. بعدها مباراة المكسيك والاوروغواي، بما اني لا اعرف ولا لاعب من المكسيك، واشوف ان الاوروغواي عندها فالفيردي. في اخر مباراة لعبها فالفيردي مع الريال، لا اتذكر متى لاني لا اشاهد مباريات الريال، فاز 3-0 ضد السيتي، لذلك اعتقد ان اوروغواي راح تتأهل. مباراة انجلترا والنمسا، نمسا مختصة في الحروف فقط، لا ارى انها لديها نسبة في الفوز مع انجلترا، لذلك انجلترا. الجزائر واسبانيا، جيبوا لنا لامين يامال راح نفوز عليه، اكيد هذه مقولة قالها اغلب الشعب الجزائري. اسبانيا عندهم لامين يامال، عندهم بيدري، عندهم انيستا، لكن احنا عندنا شيكور اسلام سليماني. الله يا ناس، اقسم بالله غير Baba Bowie. Baba Bowie. لذلك اعتقد ان الفوز لنا بالطبع. استراليا ومن مصر، اشوف انها مباراة غير عادلة، كيف لدولة تتنافس مع قارة. في مباراة كندا وبلجيكا، كندا عندهم تساقط الثلج وبلجيكا عندهم كيفن دي بروين. صراحة راح اقول شادي بادي قال لي راسي هادي. كندا فازت، جي كيفن دي بروين. البرتغال والعراق، لو لاعب كريستيانو وحده راح يفوز على العراق. اللي بعده دولة الكرواسون على دولة فرنسا. مع كل احتراماتي اشوف ان الكرواسون راح تفوز. لا بعدها كوريا الجنوبية ضد اليابان. اشوف ان هذه المباراة يحولوها الحرب افضل من مباراة كرة قدم لانها افضل بكتير. بين كوريا الجنوبية واليابان، اليابان عندهم بلو لوك، ولكن بلو لوك مش جليتش تستغله كل مرة، لذلك اشوف ان كوريا الجنوبية راح كرواتيا او الارجنتين. في نظري انا اشوف ان دولة ميسي الخبزة راح تفوز على دولة مودريتش بفارق 99-0. مباراة الولايات المتحدة الامريكية وايران، هذه المباراة ما اعتقد راح تكون مباراة عادية لانها راح يجيب صواريخ بدل اعلام. لذلك اشوف ان حولوها الحرب افضل، لان الولايات المتحدة وايران لا يستطيعون ان يلتقوا في نفس المباراة. من عندها اسلحة اكثر، ايران او الولايات المتحدة الامريكية؟ اكيد ايران. البرازيل او المانيا، مباراة جميلة جدا بما اني فان لنيمار. الاوروغواي وانجلترا، اوروغواي عندها فالفيردي، انجلترا عندها بيلينغهام، عندها فيل فودن، عندها هاري كين. الجزائر او القارة استراليا، الجزائر يا دولة، اكيد الجزائر، روح الوطنية والفخر. كندا والبرتغال، اشوف ان البرتغال راح تفوز اكيد. فرنسا او اليابان، مباراة عادية جدا، اشوف ان فرنسا راح تفوز بدون تعب. لو جيبوا الديكتاتور مبابي وحده راح يفوز على اليابان، لذلك فرنسا بالطبع. الارجنتين او ايران، أريد توديع منزلي لأني فان كبير لميسي الخبزة، وأشوف أن الأرجنتين راح تفوز على إيران بكل سهولة. اللي بعده البرازيل أو إنجلترا، أكيد نيمار راح يفوز، نيمار، إندريك، فينيسيوس، ولكني لا أحب فينيسيوس لتلك الدرجة. وأعتقد أن البرازيل راح تفوز على إنجلترا بفارق 0.5-0. الجزائر أو البرتغال، صراحة أنا أريد أن يفوز كريستيانو رونالدو بكأس العالم لأنها آخر كأس عالم له مسيرة تاعو، لذلك أشوف أن الجزائر راح تفوز. اني انسان وطني جدا واشوف ان بلدي راح يفوز. مباراة فرنسا والارجنتين، اشوف انها من الافضل ان تكون مباراة نهائي لولا وجود الجزائر معنا في المباريات، لذلك اعتقد ان ميسي خبزة راح يفوز على مبابي الديكتاتوري. اللي بعده مباراة الجزائر على البراز، الجزائر او البراز، نيمار او شيكور سليماني. اكيد احنا عندنا شيكور سليماني، لذلك راح نفوز بكل سهولة. الفاينل نلتقي مجددا مع دولة الميسي خبزة، ولكن اللي يفوز خطرة ما يتكش يفوز زوج خطرات، لذلك اشوف ان الجزائر راح تفوز بفارق ضئيل جدا واللي هو 99-0، لان افضل ب99 مرة ميسي الخبزة، لذلك احنا راح نرفع الكأس والفائز هو
الجزائر روح الوطنية يا. الفائز بكأس عالم فيفا 2026 هو الجي. الجيريا دمي حاروما نوليش اللور. اتمنى يكون عجبكم رأيي في التوقعات. اذا كان توقعك مثل توقعي اشترك في القناة، وبما ان جزائري وانت جزائري كنا جزائريين، حتى ولو لم تكن جزائري اشترك في القناة. وشكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم. يا اخو نقول لك حاجه. وي غروب الشمس والعشية القمر طلع عليا السما الهجرية يا البوبية.